ايوه ليك حق، طلعت التوبه. صباحين بركه يابا. وانت ارمي عليا من الطلاق دلوقتي. ارمي من الطلاق؟ انت جننت ولا ايه يابا؟ اتجننت؟ قال اللي انت بتقوله ده. انت هتعطي السطوه لنفسك وما تسمعش كلام ابوك. ما اسمعش دي كلام تطلق دلوقتي يابا. حول ولا قوه الا بالله. تطلق دلوقتي ايه؟ ده احنا لسه صباحيتنا. انت في ايه يابا؟ صباحيه او ليله ادى صباحيه طين على دماغك. ايه العمل الاسود اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه يابا؟ ده ايه عملت حاجه لحقت؟ لو انت يا عم ما بتشوفش، ما انت عارف ومطلش وخايف منها. خايف منها؟ وانا عملت ايه بس يا حبايبي؟ عملت ايه يابا؟ انت تتريق على مراته ولا ايه؟ بس كده اسمع البت دي مش نازله لي منظار، وكفايه اللي عملته. يلا على بره. اديني بس فرصه. انا عملت ايه طيب؟ انا قصرت معاك في ايه؟ قصرتي؟ اعمل فطار. انت لسه بتقولي قصرنا؟ انت عايزه تقصري إيه بعد البلوه يابا خلاص هتفضحنا يابا الناس بره. انت زي هي صباحين بركه يابا اللي بتقولها لي. ما احنا مفضوحين. ما هي يوم اسود النهارده على اللي انتوا بتعملوه والغلط اللي هي غلطته. طب ايه ده بس يابا؟ انت لو متضايق من حاجه قول لي. هو ده موضوع السكت عليا؟ بص يا حمايه، انا مش هرد عليك عشان انا جوزي واقف، عشان انا بنت ناس ومحترمه. جوز مين جوزك ده جوز جزمه، اديله بالجزمه على دماغه. طب ايه ده بس؟ ايه ده يا حبيبتي؟ مهما كان بقى مش هينفع اتكلم معاه. ما تعصبيش انت نفسك. انا اعرف اتكلم. طب انا هخش اعمل فطار. فطار. اصل احنا قاعدين في طابونه فطار. لا بقول لك ايه يابا، كفايه بقى كده. بقول لك ايه، انا مش هسكت على الغلط اللي انت بتقوله ده. دي بنت ناس ومتربيه. لما بنت ناس ومتربيه قال لي بقى بلازر اللي هي عملت. يابا بس يابا عايز تمشيها دلوقتي يابا؟ لو سابت البيت ومشت هبقى وشي قدام اهلها. قدام اهلها واهلهم قال ما ربوهاش ويخلوها تعمل اللي عملته ده. لا كده كتير بقى يا مودي. تعالى يا حبيبتي حضر الفطار. انت بتعمل كده. خوفتيني انت يا ابني. هتطلعها ولا لا؟ ينفع كده؟ انت بتعصي اوامري؟ طب انا بقى هفضح الدنيا واقول عملت ايه. انا هفضح الدنيا واقول عملت ايه. استني يا داليا. استني معلش حقك عليا. انا عارف ان هو ما ينفعش يعمل كده. انا مش فاهم ايه اللي في دماغه والله. انا ما اعرفش انا عملت ايه ده كله. هو كلمني بطريقه مش كويسه. انا لو رحت لاهلي وقلت لهم لا يا حبيبتي اسمعيني. ما ينفعش تكبري الموضوع. هتروحي لاهلك تقول لهم ايه؟ ده فضيحه انك تطلعي من بيت جوزك تاني يوم فرحك. هو انا يعني مش بنت ناس يعني يا مودي يفتكر اللي هو عمله؟ ما يردنيش. واديكي شايفه انا كنت بكلمه ازاي. وبعدين مش كفايه اللي انا قبل اللي هو عايش معانا؟ المفروض النهارده صباحيتي يعني المفروض على الاقل حتى لو هو عايش معايا يروح يقعد في اي حته يومين على الاقل. يا حبيبتي اهدي. انت عارفه ان انا من قبل ما نتجوز وانا قايل لك ان ابويا مش هينفع ان انا اطلعه من الشقه. وانا عشان بحبك يا مودي عملت اي حاجه عشان ارضيك، مع ان اهلي كانوا رافضين الموضوع ده، وقلت لهم بص لو انا ما اخدتش مودي مش هتجوز اي حد غير. وانت يا حبيبتي عشان اشتريتيني وقدرتيني دي عندي بالدنيا. انا مش هسكت على الكلام ده. واديكي شفتني انا كنت بكلمه ازاي. انا الغلط ما عمري ما اسكت عليه، ولا واحد يجي يمس شعريتك حتى لو كان ابويا هقف له. ربنا يخليك ليه. انا بس مش عايز لو الموضوع زاد عن كده انا هلم لا 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 زاد عن كده ايه؟ الموضوع ده انا اشوف له صرفه النهارده يا داليا. مش هننام غير لما اكون واضع له حل. يا كده يا هاخدك وامشي واسيب له الشقه دي، يا اما هاجر له شقه تانيه يروح يقعد فيها. انا مش عايز مشاكل. الواحد نتجوز عشان خاطر يعرف يعيش، يعرف يرتاح، يجي من بره يلاقي الاكل، يلاقي الشرب، يلاقي مراته محضره له الحمام ومحضره له اللبس، مش يجي يتبهدل ويشوف قله ادب وكلام فاضي. انا بقى مش عايزك تزعلي، ولا عايزك تكلمي مامتك في التليفون ولا حاجه زي اي واحده ما بتعمل وتشتكي لها وتقول لها على اللي حصل. انا كده عليا بصراحه، مع ان كان اليوم والله جميل وانت كنت كويس وفرحنا كان حلو. والله يا حبيبتي ده اسعد يوم في حياتي. انا اليوم ده عمري ما هنساه ابدا. كفايه ان انا خدتك بقى. انا بس مش طالب منك غير حاجه صغيره. اوعى تعرفي حد من قال لك حاجه. احنا لسه زي ما بقول لك تاني يوم فرحنا. لو حد عرف حاجه ممكن الموضوع يكبر ويحصل مشكله احنا ما نبقاش قدها. حاضر. انت تعاملي عادي وانا المشكله انا هحلها. حاضر. يلا حضري لنا الفطار. فطار ايه بعد ده كله؟ بس عشان عيونك اعمل اي حاجه. ربنا يخليكي ليا ما تحرمش منك يا رب. حاضر. يلا. الله يهديك يابا. ما هو كده لازم ربنا يهديك. ما هو كده الموضوع مش هينفع تسكت عليه. خليه كده براحته بقى. ممكن بقى يابا تفهمني بعد اذنك ايه السبب اللي انت بتعمله؟ انا عايز انت ما تعمليش كده. انت ما تجننيش في الشقه. انا عايز اعرف هو سبب واحد يقنعني ان انا اطلق مراتي. اتكلم بقى معايا وفهمني كده وانا بتكلم معاك. انت بتعصب ابوك. هي محتاج المفروض اقول لك الكلمه، ما تتكلمنيش كلمه بكلمه. يابا هو الاب
يأمر ابنه يطلق مراته يوم صباحيته، فالابن يروح جاي مطلق مراته عشان ما يعزيش ابوه. انت بتنعر ليه؟ صوتك ما يعلاش عن صوتي. ما هو انت بابا كلامك غريب بصراحه. صوتك يا قليل الادب ما يعلاش عن صوتي. حاضر. انا بس اللي في البيت صوتي يعلى. ما هو يابا ما ينفعش تقول لابنك يطلق مراته يوم صباحيته وهو يطلقها من غير سبب. كل حاجه ابوك يقولها تنفع، صح غلط تنفع، لازم أن تطيع اوامري في كل شيء. تمام. حتى لو غلط. ازاي؟ ما هو يعني صلى على النبي، ايه ده؟ يعني عليه ايه الصلاه والسلام؟ اطيع امرك حتى لو غلط؟ ما هو ده ما ينفعش. اطيع امرك؟ انت عايز تخرب بيته وتقول لي اطيع امرك؟ الغلط ان مراتك عملت زفت ازرق واقول لك طلق مراتك. ما انا نفسي تسمع افهم كلامي. بقى ايه الزفت الازرق اللي مراتي عملته، عشان انا مش فاهم وهيطق عرق من نافوخي. عارف الفرق بيني وبينك حاجتين اتنين. ايه هم؟ انت غبي زياده عن اللازم، نقطه واحد. اعمل عينين واعمل قلب، ادي اتنين. التالتة انت قليل ادب وما بتسمعش كلامي. طب والرابعه؟ الرابعه انك ما بتسمعش كلامي، وخليك كده ما ينوبك الا طالع الطش فيك. طول ما البت دي على ذمتك طالع الطش فيك، دخل الطش فيك. طب بص بقى يابا، عشان نبقى على نور، طول ما انت ما قلتليش سبب ما تفتحنيش في الموضوع ده تاني بعد اذنك، وخلينا حلوين مع بعض، عشان انت برضو تمد ايدك عليا ما ينفعش. انا دلوقتي بقيت راجل ومتجوز، راجل، وعندي مراتي. شعبان راجل. ايوه مراتي بقى لما تشوفني وانا بتضرب من قلم هو مش عيب، بس انت كده يابا ما ينفعش. انا لما اغلط اقلع على في رجلك وانزل بقى على دماغي. انا ما رضيتش اضربك قدامها بالجزمه، انا بضربك بيني وبينك. واقول لك على حاجه، القلم مش كفايه، بس مش همد ايدي عليك تاني، لان القلم اللي عطيتهولك لقيتك بارد وما بتحسش. هي اضرب حلوف. لا انا مش بارد ومش بحسش يابا، انا لازم اقبل القلم منك عشان انت ابويا. لكن لو واحد تاني، اي اخلاق انسان في الدنيا خلقه ربنا، فكر بس ان هو يمد ايده عليا هقطع له قبل ما يمد. برافو عليك، ما انت جدع اهو. طلقها بقى، طلقها. يلا ارمي عليها اليمين. مش هطلع يابا، وده اللي عندي. اما تجيب لي سبب ابقى اطلقها لك. شوف الواد بيحييني بكلمتين ويقول لي ايوه يابا اديني بالقلم، ايوه يابا انت اعمل حقك، ايوه يابا خد يا وراح فاهم. بقول لك ايه، هو يوم اسود مش معاك. انا سمعت صوت قلم. اوعى تكون ضربت ابوك، عيب برضه مهما كان ده ابوك. يا حبيبتي اللي انت بتقوليه ده، امال ايه اللي حصل يا حبيبي؟ انا هضرب ابويا بالقلم؟ اكيد مش هعمل كده. اصل انا بصراحه سمعت صوت قلم. لا ده ما كانش قلم، انت سمعت ده انا كنت بسقف، اللي هو انا اتضايقت. اصل هو عمال يقول كلام غريب، فانا بقى ايه مش عارف اعمل ايه، فرحت جاي خبط على ايدي كده. هو انت وصلت معاه لايه؟ ما تعرفش هو بيعمل كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ طيب في حاجه في الموضوع ما حدش فاهمها غيره، هو مش عايز يقول لي عليها، وعمال يقول لي انت لازم تسمع كلام ابوك وما ينفعش تعصى ابوك. طب اسمع كلام ابويا في الغلط؟ يعني انا عايز حد يقنعني ازاي اسمع كلام ابويا في حاجه غلط. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ماما كلمتني اطمنت عليا وما رضيتش اقول لها حاجه زي ما انت ما قلت لي. كنت قلت لها حاجه، انت لو قلت لمامتك حاجه هلاقيها جايه لي دلوقتي، وابوك هيجي لي واخواتك وبتاع، وهيبقى حوار، واحنا مش عايزين مشاكل يا حبيبتي. ما هو الموضوع لو كبر ووصل للاهل ممكن يعني الطلاق يبقى غصب عننا احنا الاثنين، وانت عارفه ان احنا بنحب بعض، فمش هينفع نتطلق. فعشان كده مشاكلنا نحلها مع بعض. وبالنسبه لابويا انت مالكيش دعوه بيه خالص، انا اللي هتكلم معاه وانا اللي هقف له. بس انت لازم تشوف حل. انا ما اعرفش برضه هو بيكرهني ليه، مع ان ايام الخطوبه كان بيحبني قوي. ايه اللي حصل له؟ انا مش عارف. بس برضه صوت القلم دوت، اوعى تكون عملت كده يا حبيبتي. لا والله ما تقلقيش، انا عمري ما مدي ايدي على ابويا. هو بس زي ما قلت لك انا عملت كده، فالموضوع ايه كان ايه. طيب مش حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه. لا ما انا وشي احمر يعني، فاصل انا لما بتوتر واتضايق وشي بيحمر، انا من صغري وانا كده، فسيبك من الموضوع ده. عارفه بقى انا وصلت لحل تاني، وممكن ده يوصلنا لحاجه مهمه قوي في الموضوع. حل ايه؟ يوم صباحيتنا عمالين ان احنا نحل الفوازير. معلش انت اطلعي كده ايه يعني كلمتين حلوين منك لابويا كده، يمكن يقول لك الموضوع اللي هو عايزني اطلقك بسببه. يعني حاول تستدرجيه في الكلام، تاخده وتدي معاه كده، ها فاهم انت؟ يمكن اجي معاك وانا هقف كده من ورا الباب اسمع ايه الحكايه. تمام روحت بس بالراحه، ويقبل منه اي كلام. انت كده يعني ايه بنختبره هنشوف منه الحكايه. يلا اقبلي منه اي كلام. هو مش هيتكلم، انا عارف ان اول ما يشوفك يا شيخ ايه ده؟ ايه الحب اللي بالطريقه دي؟ تعالي بس تعالي، بقول لك ايه زي ما فهمتي
وانا واقف هنا اسمع كل حاجه. صباح الخير. انت طلعتي؟ ممكن اقعد؟ صباح النور يا اختي، تعالي اقعدي. بص انا عاوزه اتكلم معاك شويه. اتكلمي. طب بص لي وانا بكلمك. انا بس عايز اسالك سؤال واحد. مش انت كنت بتحبيني ايام الخطوبه؟ ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي مضايقك؟ طب انت ليه عاوز مودي يطلقني؟ ده احنا حتى النهارده لسه صباحيه. عرفتك ايام الخطوبه عشان ما عاشرتكش. ما هو اللي عايز يعرف البني ادم صح يعاشره. هو انت لحقت تعاشرني يا عم؟ واللي عايز يعرف الحلو من الوحش اقسى عليه يطلع كل العيوب اللي فيه. لسه يا ما نشوف منك عيوب، يا ما نشوف منك اللي جاي انا مش احسن. عاوزاك تقسى عليا عشان انت زي ابويا وانا بصراحه مش حابه اشوفك وانت بالشكل ده وبعدين انا خدمت التراب اللي انت بتمشي عليه. بس انا عايزه اعرف انت ايه برضو اللي مضايقك؟ عمال تتخانق معايا وتتخانق مع مودي وحساك عصبي كده. طب حتى عشان صحتك وضغطك انا مش عاوزاك تزعل. قولي انا عملت لك ايه؟ طيب قولي وانا مش هقول لمودي. ايوه يا اختي قولي كلامك الناعم. ليه يا روحي تقسى عليا؟ ده انت حلو زي ضيع عيني. انا ما باكلش من الكلام ده. لا انا مش بقول لك كلام ناعم ولا كلام حلو. قولي ايه اللي مضايقك وانا عيوني الاتنين ليك واعمل لك كل اللي انت عاوزه. بس قولي بقى ايه اللي مضايقك. اللي مضايقني هتقول؟ اللي مضايقني حاجات كتير. اقول ودي محتاجه قواله. هو انت ما بتحسيش بنفسك؟ يا انت ما عندكش احساس؟ ما بتعرفيش انت ايه اللي عملتيه؟ ما عملت ايه طيب؟ قصرت مع ابنك في حاجه؟ يا ريت يا ريت قصرت مع ابني. يا ريت. ده انت عملت عمله. لا انت عارفه لو الخوف من الله دي تضيع فيها رقاب. بصي المفروض الست تبقى ست. مش المفروض ها وتقعد كل شويه. بقول لك ما جرجرنيش، خليني مكتوم باللي انا فيه. طب قول ايه اللي انت عاوزه عشان اعمل لك حاجات حلوه واعمل لك كيكه كده ولحمه وفراخ وكل اللي نفسك فيه واعمل لك كل حاجه. بس قول طيب. انت بترشيني استغفر الله العظيم من كل ذنب. ده انت ما كفكش كمان البلوه اللي عملتيها جايه تبصي على ايدي عشان تركبيني مصيبه وربنا يغضب عليا. طب قول انا عملت ايه؟ انا اللي عايز افهم. انت على فكره ربنا غضبان عليك من عمايلك السودة اللي انت بتعمليها، من اللي حصل منك. في عروسه اول يوم تعمل العمله الطين دي. عملت ايه طيب؟ تسود الدنيا وتخرب البيوت كده. حاجه حصلت؟ طيب حاجه حصلت في الفرح امبارح؟ حاجه حصلت. انت يا بنت يا بتستعبطي يا اما مجنونه يا اما عندك استيريا في الاكسافوريا. عندك حاجه. انت خدتي تيفوت وانت صغيره. يا حمايه بالله عليك قول انا عملت ايه والله وهصلح الغلط لو انا غلطت. بس قول. يعني انا لو قلت هتصلح الغلط وما عدتش تعمليه؟ عمري لو انا عملت حاجه. بس قول يلا قول. اما يطلقك الاولى بقولك على الغلط عشان انا كلامي ما سمعش، عشان مش عايز فضايح. وبعد ما يطلقني هتستفاد ايه؟ هترتاح كده. اقول له بقى على الهبله والعبيطه والبلاوي اللي انت عملتيها. يعني انت مش عاوز تقول لي حاجه؟ لو قلت هيريحك. وهيريحك معايا. قول بقى. ينفع يا داليا ان احنا تعبنا وشقينا وكنا بنحبك وبنحترمك وفاكرينك حاجه كبيره قوي وانك انت ليكي مكانه حلوه عملنا لك مكانه جوه قلبنا. انا بالذات حطت لك مكانه كده وبنت لك قصر جوه قلبي. في لحظه الاقي الزلزال جه هد القصر ونزل القصر على اللي فيه والطربه بسببك. ايوه يعني انا اذيتك في حاجه؟ اذيتيني. لما عروسه يوم صباحيتها ابص الاقيها يوم الصباحيه قايمه الساعه 11 ولا 12 ونص. ده ينفع يا داليا؟ هو ده السبب يابا؟ انت واقف يا محترم يا فالح واقف تسلط علينا؟ ده انا واقف اسمع المشكله من اول ما بداته. ده انا قلت مراتي. طب تعالى طلعها بقى لو راجل. عملت مصيبه. مراتي كانت تعرف واحد عليا. هيأتي في دماغي ان مراتي خانتني. والله يا حبيبتي مش غريب، مش اغرب من اللي ابويا بيقوله.
يابا الساعه 12 ايه والساعه 11 ايه؟ يابا دي يوم صباحيتنا، عايزها تقوم من نجمه، عايزها ما تنامش، ده احنا راجعين من الفرح امبارح الفجر. لا يا مصباحكم يا ريت. وبعدين هو هتيجي على يوم يعني يا حمايه؟ انت لسه شفت مني ايه حلو؟ يوم؟ لا خد لك سنه. يابا مين اللي لعب في دماغك؟ لعب. مين اللي قايل لك ان غلط مرات ابنك تقوم الساعه 12؟ طيب حماتي كانت قامت الساعه 6 الصبح ولا ايه؟ انتوا لما هتستلموا انتوا اتجوزت؟ الاثنين؟ لا في ايه؟ مش هنستلمك يابا، بس انت غلطان. عارف ليه؟ لان انت واقف بعيد، لا تقف هنا واتكلم. بص يابا، لو سمحت يا عم ماشي، انت لو ما عايز، تتكلموش كده. انت لو عايز مراتي قاعده، انت لو عايز ان انت تشوف مرات ابنك قد المسؤوليه ولا لا، اديها اسبوع الفرح فري، تقوم 12 تقوم 12 تقوم واحده تقوم 2 براحتها. بعد ما يعدوا اسبوع الفرح وزهوه الفرح، لا تحكم، تشوف مراتي بقى بتقوم امتى وبتنام امتى، تمسك لها الساعه، تقومها بميعاد وتنيمها بميعاد. مش هقدر اقول لك انت بتعمل ايه، لكن انت كده يابا غلط. ومراتي لو قالت حاجه على البيت ابوها المفروض- تبقى مصيبه. غلط. ده انا المفروض كنت جهزت لك الصينيه. انا اسف يا ابني، كنت جهزت لكم صينيه الفطار. لا وخبطت يابا، لا على الباب يابا. وجبتها لكم على السرير. لا. وقلت لكم افطر يا ابني، ما يصحش تتعب نفسك. ها يابا. ما يصحش تقوم عروسه. يابا يا اسمعني، ولد اتكلم كلام عدل، لك بالقلم على عينك. يابا اسمعني، سمعتك. انا مش هقبل اللي انت بتقوله ده. وانا خليت مراتي قامت يوم صباحيتها عشان تجهز لنا الفطار، وما اقدرش اقول لك تعمل كده. ده هي تخدمك قبل ما تخدمني، لان ده واجب ما هو عليها. العنوان بان من اوله. انت عايز لي بعد سنه العنوان يبان؟ ما هو بان من اوله. ان ما كانتش من اول يوم القاها نشيطه وتقوم وتشتغل وتعمل فطار وخد يا بابا. ها يابا راجعين من الفرح امبارح تعبانين ونمنا والنوم خدنا. ايه المشكله؟ مش فاهم. ما هو الكلام ده لو هي عملت كده كل يوم. لما انتوا مش قد الجواز بتتجوزوا وتحشروا نفسكم ليه؟ انا ياما قلت لك انك لسه عيل طري مالكش عازه لسه. على فكرة يا عمي. يابا مراتي، تبقى راجل وقد المسؤوليه. طب تعالى يا حبيبتي عشان انا عايزك جوه بعد اذنك يابا. انا هسيبك لنفسك، يمكن ربنا يهديك وينزل عليك السكينه وتقتنع ان انت كنت غلط. تعالى يا حبيبتي عشان عايزك، تعالى. والله يبقى فاهمين ان انا اللي بقوله ده بصالحك وبصالحه. اقول لك على حاجه، اعتبري ما قلتلكش حاجه. نامي للظهر وبراحتك، انا كده كده مش محتاج حاجه. وبعد كده انتوا بقى بالسلامه. قومي قومي. حماية عن اذنك هشوف موتي. السلام على الزوج يا بسكوته يا هشوف اولاد مودي. ماشيه على الارض. مودي تعالى بس عشان اقفل الباب ده بالله عليك، انا مش ناقص وجع دماغ. بقول لك ايه بصراحه، اقعد. اللي هو بيقوله ده اقسم بالله انا لو قلته لاهلي انا لا. على كفايه وابويا. يا داليا انت ما تعرفيش انا دماغي فيها ايه. انا دماغي بقت قد طب احنا كده. هنعمل ايه؟ النهارده صباحيتنا، مش انت كنت قايل لي ان احنا هنقضي شهر العسل وكده هنسافر؟ بص يا حبيبتي، صلى على النبي. على السلام. في مثل هنعمله حلو. ازاي؟ لا في مثل حلو كانوا بيقولوا زمان: الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. وانا بقى قررت اعمل بالمثل ده. عارفه هنعمل ايه؟ ايه؟ انا زي ما قلت لك، انا برضو مش هعصي ربنا ولا هرمي ابويا بره الشقه ولا اقول له روح لك شوف مكان اقعد فيه، لان ربنا قال وبرا بوالدتي، فانا لازم يومه اعمل اللي ربنا قال عليه. فانا بقى قررت ان انا وانت اللي هنمشي. ازاي؟ ما تبصليش، انا اللي انا بعمله ده صح. هقول لاهلي ايه؟ انا هقول لك موضوع اهلك ده هنجيبه ازاي، بس نخلص من الموضوع ده. انا هعمل ايه بقى؟ هحجز فندق في اي مكان نقعد لنا شهر، اللي هو شهر العسل اللي بيقولوا عليه ده. اظن يعني اهلك مش هيقول لك انت ازاي طالعه يعني من شقتك، ده شهر عسل عادي براحتنا. في الشهر ده يكون بقى ابويا ربنا هداه، نقرر ان احنا نقعد في شقه تانية. هنقرر ساعتها في الوقت ده احنا هنعمل ايه، بس نخلص من المشكله اللي احنا فيها دلوقتي حاليا، ويبقى في راحه بال وهدوء. انا الوش اللي حصل ده بقول لك خلى دماغي بقت قد كده. فايه رايك في الموضوع ده؟ اللي انت شايفه. وبالنسبه لك زي ما قلت لك هتقول لهم ان احنا مثلا ايه، كنا متفقين انا ومودي في فتره الخطوبه ان احنا هنقضي شهر العسل في الفندق اللي احنا هنروحه. ساعتها هتقولوا لنا مثلا احنا هنقضي شهر العسل في فندق كذا، فهم طبعا مش هيتكلموا، ده شهر عسل واي عروسه وعريس بيعملوا كده في اي جوازه. احنا ما عملناش حاجه غلط، صح ولا لا؟ حاضر اللي انت شايفه. انا شايف ان ده حل كويس، وانا بشاركك برضو بانك مراتي حبيبتي. لو شايفه ان الحل ده مش كويس قولي لي. لا كويس طبعا. تمام. وانا برضو هجيب الموضوع ده بقى بطريقه حلوه عشان ما يزعلش. انت عارف ان انا راجل كبير في السن،
لو عرف ان انا طالع من الشقه عشان خاطر هو كاتم على نفسنا ممكن يروح فيها. حرام، دي روح برضه لازم نحافظ عليها. اتفقنا؟ اتفقنا. واخد مراتك وقاعد السهرة انت وهي عليا، انا اللي عامل عليك وقلبي عليك. قول براحتك، قول اللي انت عايزه. اني غلطان، بقاني اللي خايف عليك وعايز اعمل لك شخصية عشان بعد كده ما تتعبش في حياتك ويحصل خلاف بينكم. انا عشت النهارده مش عايش بكره، سايبها لك وماشي، لكن انا طلعت غلطان. النهارده اللي يعمل قلبه على حد يبقى هو الوحش، وانا اللي يخليني وحش ما بص بعيني واعمل مش شايف. انا كمان انت حر، تقعد انت وهي، تقوم الظهر تقوم العصر، انا سيبها تيجي منك بدل ما تيجي مني. انا ضيف ويوما وماشي براحتكم. وانت يا داليا لا، لو عايزاني اتاسف ليك اتاسف ليك، ما هو احنا هو الزمن كده. كان زمان الناس غير كده، كان زمان الست تقوم الصبح تفطر ابو جوزها وام جوزها وتبوس ايديها وتبوس رجليها، يا امي ارضى عني يا امي. النهارده العروسه اللي يخش يخبط عليها قبل الظهر يبقى يوم اسود، ما بتبقى سهرانه على النت. ما كانش فيه على ايامنا نت، كان فيه على ايامنا اللندا ام بلبله، اللندا اللي بالجاز. بلاش نسهر في اللندا وطيها عشان اللندا يتهبب ونقرف فيها ومش هنشوف. يلا نام. كنا نصبح الصبح من الدخان اللي كان بيعملنا. النهارده كله تكنولوجيا، التلفزيون بالريموت وهي نايمه حاطه رجل على رجل على السرير، وايش المروحه بالريموت، كله بالريموت. انا خايف لابقى انا كمان يستعملوني بالريموت. روح الله يسامحكم، وانا مش زعلان منكم. انا كده اللي غلطان واعيش اخليني في نفسي. انتوا عيشوا لنفسكم وانا اعيش في نفسي، والحمد لله خليني بحالي كده. مش دعوه بيكم، ربنا يسعدكم. انا عايز اللي اساعدكم.